جربتي كل منتجات البشرة وكل مرة نفس النتيجة، حكة، احمرار، تقشير أو حبوب تحت الجلد. وأكيد سمعتي جملة أصلك بشرتك حساسة، بس الحقيقة إن بشرتك مش حساسة، بشرتك تعبانة. في الحلقة دي هنكتشف ليه بشرتك بتتحسس من أي حاجة، وإزاي ترجعي تعافي الحاجز الجلدي خطوة بخطوة. ايه هو الحاجز الجلدي؟ الحاجز الجلدي او السكين بارير هو الطبقة الخارجية للبشرة، ودي خط الدفاع الاول ضد التهيج والبكتيريا والجفاف. الطبقة دي فيها خلايا جلدية وفيها دهون طبيعية زي السيراميد والفري فاتس والكوليسترول. الطبقة دي لما تبقى سليمة البشرة بتبقى رطبة وهادية ومتوازنة، لكن لما تتكسر أو تضعف البشرة بتبدأ تتحسس من أبسط حاجة، حتى المية حرفيا. حتى المية حرفيا. طيب ايه اللي بيدمر الحاجز الجلدي؟ اللي بيدمر الحاجز الجلدي للأسف احنا اللي بندمر بشرتنا بإيدينا. ازاي؟ غسيل البشرة المبالغ فيه، وخصوصا بغسولات قوية، مقشرات كل يوم أو حتى كل أسبوع بكميات غلط، منتجات فيها عطور أو كحول أو أحماض كتيرة في نفس الروتين، الإفراط في العلاجات زي الريتينول أو الأكريتين بدون تحضير، وطبعا قلة الترطيب والمية. كل ده بيخلي الجلد حرفيا مفتوح. أي منتج هتستخدميه هيسبب التهاب، مش لأنه سيء، لكن لأن الجلد ما بقاش قادر يحمي نفسه. طيب ايه أعراض تدمير الحاجز الجلدي؟ لو عندك تقشير مزمن، حكة أو لسعة عند وضع أي كريم، إحساس بالحرقان أو شد في البشرة، حبوب تحت الجلد بتظهر بعد أي منتج جديد، لمعان مع جفاف، في أغلب الظن أنت عندك خلل في الحاجز الجلدي. طيب خطوات لبناء الحاجز الجلدي المتدمر. الروتين في المرحلة دي لازم يكون بسيط جدا جدا جدا. هنستخدم غسول لطيف بدون كبريتيت، هنرطب بسيراميد وكوليسترول وفاتي أسيدز زي منتجات السيرافي والبيوديرما والأفين. هنستخدم واقي للشمس بدون كحول أو عطور، هنقلل أي تقشير أو ريتينول، هنضيف حاجات زي النياسيناميد بنسبة من 2 ل5% لدعم الإصلاح. هنوقف تجربة أي منتج جديد لمدة أسبوعين على الأقل. الترميم مش هيحصل في يوم وليلة، بس بعد 3 أسابيع من روتين ذكي هتشوفي فرق حقيقي في بشرتك. بشرتك مش صعبة، هي بس محتاجة تفهميها وتراعيها. قبل ما تغيري الكريم اسألي نفسك، هل الجلد قادر يتحمل المنتج؟ شاركي الحلقة دي مع أي بنت دايما بتشتكي إن بشرتها بتتحسس من أي حاجة، واكتبيلي في الكومنت أنا هبدأ إصلاح حاجز بشرتي من النهاردة. واستنيني الحلقة الجاية من حقائق طبية غيرت المفاهيم، وهتكون عن الميكروبيوم الجلدي، ليه لازم توقفي استخدام المضادات الموضعية لفترة. معاكم دكتورة ياسمين عبد الهادي وثورة الوعي الطبي.